السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ده بقى كان فطارنا كده في رمضان، كان حواوشي وملوخية ومسقعة ومخلل. هنحضر بقى الحاجات دي كده مع بعض وتومية وخيار وطماطم. اول حاجة بقى كده هنحضرها مع بعض الحواوشي. احنا كنا عاملينه قبل كده مع بعض، بس هقول لكم عليه كده سريع. هنا كده معانا نص كيلو لحمة، وضفنا حوالي نص كيلو بصل، فرمناهم خالص كده زي ما انتم شايفين كده. وضفنا البهارات، بهارات 7 بهارات وقرفة و بهارات حواوشي بنجيبها من عند العطار. وبنضيف طبعا فلفلة وشطة. عايزين بقى فلفل عادي وفلفل حار بتضيفهم على حسب ما انتم محتاجين. ونضيف بقى كل البهارات والملح بعد كده بنقلبهم، اهم حاجة نقلبهم حلو كده في بعض. وبعد كده بنضيفها في بنسيبها بقى في التلاجة ليلة كاملة كده مع بعض. وتاني يوم كده بنطلعها بقى كده بتبقى بالشكل ده، كده تبقى اختمرت كده وبالشكل اللي قدامنا ده. هنا بقى كده نبدأ بقى نجيب العيش بتاعنا ده، ونبدأ كده نعمل كور، وهنبدأ نضيفها كده في العيش بتاعنا. وبعد كده هنجيب بقى سمنة على زيت أو المتاح عندكم، ونعمل بقى كده ندهن وش العيش بتاعنا بالشكل ده. انا كنت هنا عبيت العيش بتاعنا كله كده لحمة. نفضل بقى نعمله كده، وجبت بقى الصينية دي بقى نضيفه عليها. وكمان احنا هندخله الفرن، وممكن كمان نعمله على الشبكة بتاعة الفرن. وانا خلصت هنا بقى الكمية. خلصنا بقى من الحواوشي، هنبدأ نعمل مع بعض المسقعة. المسقعة بقى بتاعتنا عبارة عن برنجان وفلفل حر وحامي وبصل وطماطم. كل ده بقى هنقطعه كده مع بعض. الطماطم هنا هتبقى في طماطم متقطعة وفي طماطم عصير. هنقطعهم بقى كده بالشكل ده. وهنا كمان البصل هنقطعه بالشكل ده. هنا بقى كده قطعتهم كل الخضار بتاعنا كده عشان هنعمل بهم مسقعة. هنا بقى المقلاية بتاعتنا بقى زيت، زيت سخن هننزل بيه بقى كده بالبرنجان بتاعنا وبالفلفل بتاعنا. هنحمر بقى كل الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل والبرنجان. بعد كده ما حمرنا البرنجان بتاعنا في نفس المقلاية، هننزل بالبصل بتاعنا، بصل ومعاه توم. وهنفضل كده نقلب فيه لما يدبل معانا شوية. هنا بقى كده ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا اللي متقطعة، هنضيفها كده على البصل بتاعنا. هنقلبهم بقى كده مع بعض. وهندي كده الطماطمية تشويحة كده معاها، يعني ننزل كده بمعلقة فلفل. وهنقلبهم كده مع بعض. هنا بقى كده هضيف بقى العصير بتاع الطماطم بتاعتنا،
وهسيب كده معصير الطماطم بتاعنا يتسبك كده. الطماطم بقى بتاعتنا اتسبكت بقى كده، وبعد ما اتسبكت بقت بالشكل ده هضيف عليها كده كزبرة، معلقة كزبرة، وهضيف كده معلقة الملح بتاعتنا، وهضيف شوية قرفة. وهنا معانا شطة، ممكن كمان منضيفش شطة، ممكن نضيف بابريكا. هنقلبهم كلهم كده مع بعض كده. وهنضيف بقى الخضار بتاعنا البرنجان والفلفل بتاعنا، ونقلبهم كده مع بعض بالشكل ده. وهنا كده بدأت بقى تستوي كده مع بعضيها. ضفت لها كمان رشة ملح، كانت لسه محتاجة ملح. وهنا بقى طلعت معانا كده بالشكل ده، بجد احلى طبق مسقعة. وهنا بقى كده هنعمل التومية بتاعتنا. معانا كده هنا كوباية مية، هننزل كده عليها بحوالي 4 معالق نشا. وهنقلب كده، نفضل نقلب بقى كده. هنفضل نقلب لما القوام بتاعنا نحس اللي هو بدأ يتقل كده معانا، كده قوامها بقى كده يتقل معانا بالشكل ده، هو كده القوام المظبوط. هنا خلاص سيبناها لما بردت شوية، وهنضيف هنا كده معانا خل، ربع كوباية خل، وهنا عصير ليمون، وهنا زيت، ربع كوباية زيت، لا دي مية، ربع كوباية مية، وهنا بقى كده زيت، ربع كوباية زيت، وهنا توم، فصين توم بس، ما نكترش عن التوم. وهنا بقى كده هنضيف زبادي، وهنضيف كده بقى الخليط اللي احنا عاملينه مع بعض ده، وهنضيف كده عليه رشة ملح. ايوه معلقة الملح الصغيرة دي، بس مش مليانة، حاجة بسيطة كده. هنا بقى كده نضربهم بقى كده في الخلاط. هو كده خلاص، كده بقت القوام ده اللي مظبوط. احنا طبعا دخلها التلاجة، وهي في التلاجة هتمسك نفسها عن كده. هنا كده بقى كان الفطار بتاعنا في رمضان.